ذكرت لكم أن هناك مبحثا، هذا المبحث اسمه أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. استقرأت من خلال خبرتي المتواضعة ما هي الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها قارئ القرآن، بغض النظر عن الشعب الذي ينحدر هذا القارئ منه. فحصرتها ووزعتها على الحروف حرفا حرفا. أخطاء تقع عند نطق الألف. أخطاء تقع عند نطق الألف. أولا كما نرى على اللوحة عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب. انتبهنا كيف؟ يعني بتلاقي واحد بيقول لك أعوذ بالله من الشيطان، انظروا إلى فمي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. هذا خلص بطاريته هذا. لك حرك شباك قاعد، شو لازم يعمل؟ يحرك فمه. إذا عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب، اسمع، يؤدي إلى صوت كهذا: موسى موسى. تمام؟ خلط صوتها بشيء من صوت الياء فتصير كالألف الممالة: مالكي مالكي. هذا شو سببه؟ أن المتكلم رفع وسط لسانه قليلا فصارت الألف مقللة، يعني إمالة صغرى بين بين. ما حلها؟ حلها أن لا يرفع وسط لسانه، أن يبقي لسانه هكذا، وقلت لكم بالأمس يسميه العلماء وضع الراحة. نعم. ثالثا خلط صوتها بشيء من صوت الواو. هذا يفعله بعض إخواننا الذين لم يفهموا ولم يدركوا معنى التفخيم. قلنا بأن التفخيم سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. ليس معناه زم الشفتين إلى الأمام، ليس معناه خالدين، ليس معناه فطول. لا يزم شفتيه إلى الأمام. خالدين، فطول. نعم. من جملة الأخطاء في نطق الألف تفخيمها في محل الترقيق: النهار، النار. تمام. وفي العكس رقم 5 ترقيقها في محل التفخيم. بدل خالدين شو بيقول؟ خالدين. وما من غائبة. 6 خلط صوتها بصوت الغنة: الرحمن، الرحمن. واضح؟ من الجنة الناس. انتبهنا؟ هذا المتكلم شو عم يعمل؟ عم يضغط على أنفه فعم يطلع صوت الألف مخلوط بغنة. أخطاء تقع عند نطق الواو المادية: عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند نطقها. مثلا تعملون، تعملون، لازم هكذا، لون. شو بيقول؟ تعملون، تعملون. مصيبة. المبالغة في الضغط على الشفتين عند النطق بها، هذا بالعكس، هذا أخونا بالله قاعد ومتشنج، انتبهنا كيف؟ وعم يكبس ويعصر زيادة عن اللزوم. شو بيطلع الصوت؟ يقولون، يقولون. شايف؟ حتى الأذن تمج هذا الأمر. خلط صوتها بشيء من صوت الألف. الألف، الألف فيها فتح الفم والواو فيها ضم الشفتين، فإن خلطنا صوت الألف بصوت الواو، الواو العربية طبعا، يخرج هكذا: كانوا، كانوا. انتبهنا كيف؟ هذه منتشرة للأسف كثير بين الشباب. مثلا لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يوقنون. لك ما في باللغة العربية أو، في إيش؟ أو.
قالوا وليس قالوا. انتبهنا أخواني؟ خلط صوتها بشيء من صوت الياء، هذا يفعله إخواننا الأتراك، يعني خلط صوت الواو بشيء من صوت الياء. يوقنون يوقنون، هذا سببه رفع وسط اللسان مع نطق مين؟ الواو. وأخيرا خلط صوتها بشيء من صوت الغنة. الظالمون مون، فعم ينطق واو، شو عم يعمل؟ عم يستعمل أنفه. أخطاء تقع عند نطق الياء المادية. أولا خلط صوتها بشيء من صوت الألف، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان بالمقدار المطلوب عند النطق بها، نحو نستعين ما بتسمعوها هي؟ نستعين من بعض الناس بيقول لك رب العالمين الرحمن الرحيم، بقى بالاخير بيقول ولا الضالين. المأمومين ورا بيقولوا له آمين، بيعطوه على نفس النغم يعني. المبالغة في الضغط على وسط اللسان، هذا بالعكس، هذا عم يبالغ في الضغط على وسط اللسان اللي هو منطقة الياء، فبيطلع الصوت أيضا محرف هكذا. المستقيم ما بصح. خلط صوتها بشيء من صوت الغنة. العالمين اسمعوا الغنة. العالمين، وصوابها العالمين. شايف؟ فلا يفتح الخيشوم إلا مع مين؟ الميم والنون.